لما تسمع عن العهد القديم اقول لك ان العهد القديم خاص باليهود والنصارى، انما لما في خلاف في تفسير نبوءه بيقولوا اليهود ان دي سليمان وبيقولوا المسيحيين ان دي المسيح، ونيجي نقرا احنا في الكتاب ده نلاقي مفاجاه كبيره. في البدايه لو حضرتك مهتم بايه اللي حصل حوالين الانبياء مع اقوامهم وحوارات الاديان، يبقى حضرتك شرفنا بالقناه وفعل الجرس حتى ياتيك كل جديد. النص العدد 16 اصحاح الخامس، نشيد الانشاد Song of Solomon على لسان سيدنا سليمان، ترجم بيقول ايه؟ كلامه حلو كله مشتهيات، هذا حبيبي هذا خليلي يا بنات اورشليم. اليهود بيقولوا ان دي علاقه الحب ما بين الله وبني اسرائيل وشعبه، ودي نبوءه عن سليمان. غلط. النصارى بيقولوا لا، دي علاقه ما بين المسيح والكنيسه ودي نبوءه عن المسيح. غلط. ليه غلط؟ عشان انت مسلم؟ لا، عشان النص بيقول حاجه تانية. اصل النص بيقول حاجه تانية يدل على تحريف المعنى، هروب. تعال نشوف النص بيقول ايه بالعبري. بالعبري بيقول حكو ممتكيم في خلو محمديم زادودي زرعي بنوث يورشليم. محمديم سمعتها؟ يعني محمد العظيم. لا، هيقول لك ايم دي للجمع يا سيدي، ما هو زي إلهيم عند بني إسرائيل بيعبدوا آلهة، ما هو إله واحد، يبقى الإله العظيم أو الله إلهيم، فمحمد العظيم محمديم. تعال بقى نترجم بصدق وأمانة بالعبري. حكو ممتكيم يعني كلامه عظيم، وحي. في خلو محمدين النبي الأعظم محمد. زارعي زادودي الأول، زادودي يعني من نسل عمي، دودي يعني أخو الأب. سليمان بيقول إن النبي ده مش من نسل إسحاق، ده هيجي من نسل إسماعيل، من نسل عمي. زادودي زارعي يعني جاري، مش من نفس أرض الشام اللي أنا فيها، هيبقى من بلاد الحجاز، من أرض العرب. بنوث يورشليم يا سكان أرض السلام. اوعى تقول أرض السلام هي بيت المقدس. من امتى وتاريخ اليهود فيه سلام؟ بيت المقدس نفسه دك أكتر من مرة، خراب الهيكل وسبي وقتل وتشريد لليهود وقتل أنبياء إلى سنة 70 ميلادي بعد رفع المسيح عليه السلام، ودك الهيكل كان فيه خراب لبيت المقدس. إنما في القرآن بيشهد إن البيت العتيق الكعبة المشرفة، ربنا بيقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. عرفت إن محمد، يقول لك أحد المناظرين يقول لك هاتوا بس اسمه من الكتب عندنا وإحنا نآمن بيه. أديب اللفظ العبري محمدين، النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. لو الموضوع لقيته قيم انشر تؤجر. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.